السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. معانا النهاردة الغريبة هنعملها بأبسط ما يكون. مش هنحتاج لا مضرب ولا هنحتاج عجان، وبخطوة واحدة وهتكون جاهزة معانا في ثواني. هتطلع دايبة دوب زي ما انتم شايفين كده، وكمان بشكل جميل قوي. يلا نبدأ ونشوف عملنا ايه. كل المكونات اللي هنحتاجها الدقيق والسمنة والسكر، وطبعا رشة من الملح. المقدار بقى 4 دقيق، 2 سمنة، 1 سكر. يعني 4 2 1، سهلة جدا جدا جدا. ورشة الملح بتاعتي هنحطها على الدقيق. والسمنة محتاجاها تكون ساقعة، يعني تخرج من التلاجة و10 دقايق واشتغل فيها على طول. والسكر يكون ناعم جدا جدا. خلاص انا كده ضفت الدقيق، هضيف عليه السمنة على طول، هضيف عليه السكر على طول. مش محتاجين بقى في الوصفة دي ان احنا نضرب السكر مع السمنة لحد ما يدونا قوام كريمي. لا، كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده. وابدأ بايديا اعمل حركة البس دي لحد ما تنعم معايا، تبقى بتدوب في ايدي كده. هي في البداية كده بتبقى زي الرملة، وبعدين شوية شوية تلاقيها بدأت معاكي تنعم. هتاخد معاكي من 7 ل10 دقايق بتكون جاهزة معاكي ومظبوطة جدا. خلاص لسه هنشوف المرحلة دلوقتي بتاعتها، هتبقى بالشكل ده. هتحسي انها طرية وملزقة وتبقي مستغربة. لا، هي كده مظبوطة جدا. انتي بس هتنزلي اللي في ايدك كويس جدا، وبعدين تغسلي ايديكي، هترجعي تلاقيها مظبوطة ولا بتلزق ولا اي حاجة خالص. هنختبرها بقى نشوفها مظبوطة معانا. بنشكلها كده ونضغط عليها. لو شققت هتبقى محتاجة معانا كمان معلقة او 2 من السمنة. ما شققتش تبقى مظبوطة وزي الفل. هناخد واحدة نختبرها، ندخلها في صينية في الفرن على 150 على في الرف الوسط بتاع الفرن. ماشي. وبعدين لو لقيناها ظبطت خلاص تمام هنكمل. لقيناها فرشت مننا هتبقى محتاجة دقيق. لو شققت هتبقى محتاجة سمنة. فانتي هتدخلي واحدة تختبريها وتشوفي عملت معاكي ايه. بس بإذن الله المقدار ده مظبوط جدا وهينجح معاكي من أول مرة. خلاص هنشكل الصواني بتاعتنا. الصينية اللي نشكلها ممكن ندخلها التلاجة 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن، لضمان انها تبقى الرسمة بتاعتها ثابتة وما تفرش مننا يعني، والسمنة تخرج بره او تسيح او كده. وممكن ندخلها الفرن على طول عادي. يعني انا دخلتها الفرن على طول، ما حطيتهاش في التلاجة، بس عشان لو انتي خايفة او بتقلقي او حاجة، ممكن تدخليها للتلاجة 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. عملت الشكل ده كمان اللي هو المدور ومفرغينه من النص كده، الاتنين حلوين. اعملوا الشكل اللي يريحكم طبعا، ده او الشكل اللي احنا متعودين عليه. ونتكلم بقى على التسوية. اهم حاجة في الغريبة التسوية بتاعتها. هنسخن الفرن بتاعنا قبل ما ندخل فيه الصواني، يعني مثلا نشغله 10 دقايق كده، وبعدين نبدأ نسوي الصواني فيه. هندخل الصينية على درجة حرارة 150 في الرف اللي في النص، والمدة ما تزيدش عن ربع ساعة. خلاص ليه بقى؟ عايزينها تطلع معانا فاتحة زي ما انتوا شايفين كده. يعني الصواني دي كده خلاص استوت وخرجت، خارجة باللون فاتح زي ما انتوا شايفين، والقعر بتاعها اشقر فاتح. فاحنا عشان ناخد النتيجة دي ما نعليش النار ابدا عن 150، وكمان تبقى في الرف اللي في النص. بتطلع معانا بقى بالشكل ده. خلاص فاتحة كده من الوش. انتوا عارفين الشكل المعتاد بتاع الغريبة. فعشان ناخد افضل نتيجة والشكل المظبوط اللي متعودين عليه، نظبط درجة الحرارة على 150. الرف اللي في النص ما تاخدش وقت اكتر من ربع ساعة. تطلع مظبوطة معانا زي ما انتوا شايفين كده، ودايبة دوبان وبالشكل الجميل ده. خلاص انا كنت عملت تجربة كده، الفرق ما بين اللي ببياض بيض واللي من غير بياض بيض زي اللي احنا عاملينها في الفيديو. الفرق ان اللي ببياض بيض بيبقى فيها سنة قرمشة بسيطة وبتبقى ماسكة نفسها. عشان في ناس دايما بتتخانق الغريبة ببياض بيض ولا من غير بياض بيض، فحبيت اقول لكم الملاحظة دي، ان الفرق ان اللي ببياض بيض بتقرمش سنة، واللي من غير بياض بيض بتدوب وانعم واحلى بكتير. بصراحة انا اللي بحبها اكتر وبتعجبني اللي من غير بياض بيض. جربوا بقى الطريقة اللي انا عملتها لكم، وازاي هي سهلة جدا وما خدتش وقت خالص وما خدتش فعلا مجهود، ومظبوطة على الشعرة. ان شاء الله هتعجبكم. فلو الفيديو بقى عجبكم كله على بعضه، ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت وتكتبوا لي رأيكم، وجربوا الوصفة، وهستنى التطبيقات بتاعتكم. واشوفكم على خير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.